علي بقى يا ستي، كل اقول لك عملت لك النهارده، عملت لك المدلعه يا ملكه المطبخ. النهارده عملت لكم المدلعه عشان خاطر تعرفوا تعملوها في البيت بكل سهوله مع الشيف محمود. مفيش مستحيل، زي ما انتم شايفين كده الجمال والحلاوه تحفه. عندنا 300 جرام من الحليب دافي كده، وهنزل عليه ب 200 جرام من عسل الجلوكوز، واقلبهم مع بعض كويس. عندي 300 جرام من السمنه كده مسيحهم دافيين كده، بنزل بيهم على المكونات بتاعتي دي كده. عندي كيلو من سميد البسبوسه بتاعتنا. هنعمل طبعا بسبوسه النهارده للمدلعه بتاعتنا، وطبعا بنقلب المكونات دي كويس جدا. وعندنا 125 جرام من جوز الهند، وبنقلبهم بقى وبنعجنهم عجنه كويسه. انا الشيف محمود بقدم وصفات واكلات. طبعا بعد ما عجنتهم كده، عندي بقى ايه الصينيه اللي هنزل بيها بالبسبوسه بتاعتنا كده، بتاعت المدلعه دي كده. ده هنا سمنه، هو ده القوام المطلوب. طب اعجنها بايديا عادي، لو عندي حاجه اعجن بيها ماشي كده زي ما انتم شايفين بالكلافز. طبعا انا داين الصينيه سمنه كده، ومقدار 1 سنتي كده بوزع البسبوسه دي كده على الصينيه كلها، وادخلها الفرن على درجه حراره 180 لمده 30 دقيقه ل 35 دقيقه حسب ما تستوي معاكم. هنا عندي 4 كاسات ميه و3 كاسات سكر، ويبقى اعصر عليهم عصره ليمونه او ليمونه كامله، وبقلبهم كويس وبدخلهم على النار. عايزهم بس ياخدوا غلوه دولت للبسبوسه بتاعتنا. وزي ما انتم شايفين كده البسبوسه هي في الفرن العادي بتاعنا، مش محتاجين فرن حراري، يعني فرن البوتاجاز بتاعنا. استوت على نار متوسطة كده، من فوق نار هادية، ومن تحت نار عالية. طبعا بزي البسبوسة بنفس كمية الشربات اللي عملتها دي كده، اللي هو 3 كاسات من السكر و4 كاسات من المية. خدوا غلوة معايا وجيت رافعهم من على النار. بزي بقى البسبوسة بتاعتنا كده، اللي هو الصينيتين بتوعنا دولت كده. كده احنا خلصنا البسبوسة وعطيناها الشربات بتاعها. هنسيبها تبرد كده خالص. عندنا بقى ايه، ربع كيلو من الكنافة او ازيد شوية صغيرين، وعليهم 5 معالق من سكر البودر، و5 معالق من السمنه كده، ونقلبهم وندخلهم الفرن. وكل شويه نقلبهم في الفرن على درجه حراره متوسطه. هنا بقى عندنا 50 جرام من السكر البودر، و250 جرام من كريم شانتيه. بنقلبهم كويس قوي قوي، ونضرب فيهم بقى كده على مضرب يدوي. المره دي حبيت اعملهم على اليدوي كده، والمضرب اليدوي، ما رضيتش اعملهم على المضرب الكهرباء عشان اوريكم. بنوصل للقوام المطلوب وندخلهم التلاجة. الكنافه بتاعتنا بعد ما طلعت بقى، كل شويه كنا بنقلبها في الفرن. بنديها اعمل لها شربات كده، شويه شربات كده، كاسه من السكر او كاسه ونص على كاسه من الميه، وبياخدوا غلوتين ثلاثه كده، اللي هم مقدار 10 دقايق على النار. وبسيب الشربات وبفلفلها بايديا كده، بقعد عشان ما تكتلش معايا. وبعدين طبعا ببدا بقى ايه، عندي الكريم شانتيه بعد ما دخلته التلاجة بقى اطلعه، وادي البسبوسه بتاعتنا بقى الكريم شانتيه. بوزع الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين كده عشان نعمل المدلعه بتاعتنا النهارده تحفه ان شاء الله. بعد ما وزعت الكريم شانتيه، بوزع الكنافه بتاعتنا، وهنزل بطبقه تانية كمان من الكريم شانتيه على الكنافه. لو عندنا كريمه لباني عادي ممكن مع الكريم شانتيه نمكس بينهم، هيدي التيست ويعلي التيست، وهيخليها حاجه تحفه كده. طبعا حطيت طبقه من الكريم شانتيه تانية. كده احنا بنعمل طبقات بتاعتنا. وهنعمل بقى صوص الكراميل بتاعنا، اللي هو كاسه من السكر ونص كاسه من الحليب. بننزل بيهم على النار كده، اول ما السكر يتكرمل معايا اللي ياخد اللون الدهبي بتاعنا، بننزل بنص كاسه من الحليب ونقلبه وبره كده على جنب. وبعدين بننزل تاني، لو حابب ينزل على النار ثانيه بصغيره كده بننزله. ده الصوص المطلوب، صوص الكراميل بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده بتوزع معانا بسلاسه ازاي. وعندنا صوص شوكولاته وايت كده، هبدا بقى انزل بيه على صوص الكراميل كده، او على المدلعه بتاعتنا الجميله كده، عشان تدي الشكل النهائي بتاعنا والشكل الجميل. واخططها باي خله عندي، او اي حاجه عندي ممكن اخطط بيها صوص الشوكولاته كده، هتدي معايا تموجه كويسه. ودي لكل ست بيت تقدر تعمل المدلعه في البيت بكل سهوله ان شاء الله، بالخطوات دي. تحفه بصراحه وهتعجبكم. مع الشيف محمود مفيش مستحيل، وانا بحاول اقدم حاجه لكل ست بيت تقدر تعملها ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده بقى عملنا لكم المدلعه زي ما انتم شايفين كده. المدلعه وحلاوتها كده تحفه. تقدروا تعملوا المدلعه مع الشيف محمود في البيت بكل سهوله، بكل مكوناتها، من البسبوسه للكنافه للكريم شانتيه لصوص الكراميل، كله هتعملوه في البيت بكل سهوله مع الشيف محمود. وفينش المدلعه زي ما انتم شايفين كده تحفه، هتعجبكم بجد. يلا بينا ندوق مع بعض ونقول راينا في المدلعه. زي ما انتم شايفين كده الطبقات كلها زي ما انتم شايفين كده، كريم شانتيه والبسبوسه والكنافه وصوص الكراميل. بسم الله.